أهلا بكم متابعيني الأعزاء، متابعي قناتي ومتابعي المسلسل الرائع كريستال. اليوم أحداث حلقة جديدة، أحداث قوية جدا ومفاجآت قوية في هذه الحلقة. في هذه الحلقة باسل يعرف الحقيقة ويشوف تحليل DNA الخاص بعليا، وإنها مش بنت الدكتور جمال كرم، وإنها مش أخته. بيواجه عليا أحداث قوية. تابعوا معي الفيديو. لو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل أحداث وحلقات مسلسل كريستال. بتبدأ الحلقة مع عليا. نديم بيزورها في البيت علشان يعتذر لها على اللي حصل في الحفلة. عليا بتتكلم مع نديم بمنتهى الكبرياء والغرور، وبتقوله إن الموضوع أصلا مش فارق معاها. أصلا هي ما كانتش حابة إنها تشتغل معاه، وإنه هو الخسران علشان هيشتغل مع مع واحدة ما عندهاش أي خبرة في السوق وهتضيع له شركته. لكن نديم بيقول لعالية إنه مؤمن جدا بموهبة وإنها هي البنت المطلوبة لشغله. عالية بتتضايق جدا من كلام نديم، ونديم بيقول لعالية أنا شفتك في أصعب حالاتك، فما تبينيش قدامي إنك قوية، وأنا متأكد إن هي البنت المناسبة للشغل عندي. عالية بتقوله هي مستعجلة جدا وعندها شغل ومش هتقدر تقعد معاه أكتر من كده. أما بتروح شغلها عند نديم وبيكون ليها مكتب لحالها. بتكون فرحانة جدا بمكتبها الجديد، وبتحس إنها قد إيه انتصرت واتفوقت على عالية وأخدت مكانها. عالية بتروح على الأتيليه بتاعها وبتلاقي دادو مدير أعمالها بيتخانق مع البنات اللي كانوا بيتكلموا على عالية، وعالية بتسمع كلامهم عليها واللي حصل في حفلة نديم وإزاي نديم فضل على عالية. عالية بتكون متضايقة جدا وبتتخانق مع الموظفين اللي بيشتغلوا عندها. بتكون داخلة مزاد خيري تبع شركة نديم، وإنها لازم تفوز في المزاد ده علشان المصممة اللي هتفوز هتتكرم والأرباح بتاعتها هتعود على الجمعية الخيرية. بتسهر طول الليل وهي بترسم تصميماتها. باسل مش بيقدر ينام منها، فبيصيب غرفته وبينزل يقعد مع تمارا، وبيشوف عالية أخته موجودة فبيروح يتكلم مع عالية. بس بيقول له عالية إنه في صديق ليه بيحس بمشاعر حب لواحدة تانية غير زوجته. عالية بتفهم من كلام باسل إنه هو اللي مشاعره اتحركت لشخص تاني، وعرفت إنها تمارا علشان تمارا دايما موجودة مع باسل ومهتمية بكل تفاصيله وكل شيء يخص باسل. بقيت مهملة باسل ومشغولة بشغلها مع نديم. عالية بتفرح جدا إن باسل أخوها بدأ يتعلق بحد تاني غير وبعد ما بتتكلم عالية مع باسل بتسيبه وبتطلع غرفتها، فبتقع منها ورقة التحليل. باسل بيلاقي ورقة تحليل DNA فبياخدها وبيفتحها وبيتصدم جدا لما بيشوف تحليل DNA بتاع عالية والدكتور جمال كرم، وبيعرف ان عالية مش بنت الدكتور جمال كرم علشان نسبة التطابق كانت 0%، يعني عالية مش أخته. باسل بيكون مصدوم جدا ومش قادر يستوعب اللي بيشوفه. بعد فترة بيجي يوم المزاد بتاع الجمعية الخيرية، بتجهز نفسها علشان تروح المزاد. وعالية طبعا كمان بتكون مشاركة في المزاد ده وعاملة تصميم علشان تنافس بيه. وبتقرر عالية انها تاخد معاها جواد، وفعلا جواد بيوافق ان يروح مع عالية علشان توتر وتضايق واول ما بتدخل عالية مع جواد بتكون موجودة مع نديم منتظرين بدء المزاد. اول ما بتشوف جواد رايح مع عالية بتتضايق جدا وبتتوتر، وبتقوم من مكانها وبتروح الحمام. بتتكلم مع نفسها في الحمام وبتقول أكيد عالية جايبة جواد معاها المزاد علشان يوترني ويضايقني، وأنا مش لازم أتوتر، اليوم ده يومي أنا وأنا لازم أثبت نجاحي. وبتخرج من الحمام وبتتفاجئ بجواد منتظرها. جواد بيقول لي أنت ليه بتهربي مني؟ مش كفاية انتقام؟ كفاية اللي انت بتعمليه في نفسك ده. بتقول لجواد انها ما بتهربش وانها راجعة علشان تحضر المزاد. جواد بيقول لي انت باين جدا في عيونك التوتر والقلق، انا مش عايزك تقضي عمرك كله في الانتقام ده، كفاية كده. بتقول له مين قالك ان انا بنتقم؟ انا بس بشوف شغلي.
وفي بتقول لجواد انت متضايق علشان انا ناجحة وبشوف شغلي. جواد بيقول لفي لو فعلا انت كده بتشتغلي وبتعملي كل ده علشان بتحبي شغلك، صدقيني انا هساندك وهساعدك، لكن انا واثق جدا انك بتعملي كده علشان تنتقمي من عالية، مش علشان تبني نجاحك قدام الناس او تبيني نجاحك قدام الناس او تثبتي لنفسك انك ست ناجحة. انا نفسي تعيشي لنفسك وتنسي موضوع الانتقام اللي خسرك حياتك كلها. في بتسيب جواد وبتمشي وبتروح علشان تكمل الحفلة بتاعة المزاد، وبيبتدي المزاد وبيتعرض الفستان اللي مصمماه عالية. الناس بدأت تتكلم عليه وأسعاره كانت غالية جدا، وبتعرض فستان وسعره بيكون بسيط. في بتتوتر جدا وكان نفسها انها تكسب في المزاد، وبتقول خلاص عالية هي اللي هتكسب. ومرة واحدة بيجيلها سعر كبير جدا، سعر عالي، والسعر ده بيكون حاطه جواد، وبتفوز بفضل طبعا جواد، وبتطلع على المسرح علشان تستلم الجايزة وانها هي المصممة اللي فازت في المزاد. وبيطلع كمان جواد علشان هو اللي اشترى التصميم، بيسلمها الدرع وبيكرمها. فهي بتضحك وبتقول لجواد على فكرة انا بكرهك، انت اكبر غلطة في حياتي وانت اكبر عقبة في حياتي. وبتقول له انا نفسي ما اشوفكش تاني في حياتي ابدا. والناس بدأت تتكلم على وان حبيبها السابق هو اللي خلاها تفوز في المزاد. بعد ما بتخلص الاحتفال بتروح مع نديم، وبتكون متضايقة ومتوترة جدا، وبتتكلم مع نديم وبتقوله انها الصحافة هتبقى حديثهم الفترة اللي جاية بعد اللي عمله جواد، وان عالية هي اللي كسبت وخلتها في موقف صعب جدا، وبتكون متضايقة ومتوترة جدا. نديم بيحاول يهدي وبيقول لها ان الصحافة هيتكلموا فترة وهينسوا الموضوع، وبيحاول نديم يهدي أما باسل بيشوف الأخبار اللي منشورة عن وعن جواد، وإن جواد هو اللي ساعدها إنها تفوز في المزاد، فبيتضايق جدا. عالية بتيجي وبتتكلم مع باسل وبتقوله أنا على فكرة ليش دعوة بالموضوع ده، لكن باسل بيكون متضايق جدا كمان بسبب التحليل بتاع عالية، وإنها مش أخته مش بنت الدكتور جمال كرم، وبيكون عايز يواجه عالية لكن مش بيقدر إنه يواجهها وبيسكت. عالية بتحس إن باسل متغير ومخبى عليها حاجة، فبتسأله مالك انت فيك حاجة مضايقاك، انت مخبي حاجة عليا؟ باسل بيسكت وما بيقولش لعالية اي حاجة. فهي بترجع وبتتكلم مع باسل وبتقوله شفت عالية اختك عملت معايا ايه، حطتني في موقف محرج في شغلي. باسل مش بيدي فرصة انها تتكلم وتكمل كلامها، وبيقول لها بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، انا مش فاضي دلوقتي ومش مركز معاكي. فعلا باسل بيكون متضايق ومش مركز غير في موضوع تحليل الDNA بتاع عالية، وانها مش اخته وانها بنت الدكتور جمال كرم وبنت رحاب. وبيطلع باسل من الغرفة وبيروح يقعد عند تمارا. أما ندى بتروح تزور وبتلاقي متضايقة جدا وهي بتقرأ الأخبار اللي منشورة عنها في السوشيال ميديا وعن جواد. ندى بتقول انت لما شفت جواد في البداية موجود في المزاد ليه ما مشيتيش من المكان ده؟ بتقول ندى امشي ازاي واسيب شغلي، انا كنت مشاركة في المزاد ده وده شغلي، انا مصممة ازياء، ما ينفعش اسيبه، مش زيك خادمة، لو في بيت ما عجبكيش الشغل فيه تقدري انك تمشي وتسيبيه في اي وقت. ندى بتتضايق جدا من طريقة كلام ليها وبتقول لها معلش أنا أسفة، أنا نسيت إني خادمة. من غير ما تقصد بتضايق وبتجرح ندى أختها. ندى بتتضايق وبتسيب وبتمشي. بتروح لعالية وبتقول لها اوعي تفتكري اللي انتي عملتيه ده هيقلل مني ابدا، انا بكرة هخليكي تندمي لما تخسري كل حاجة، اسمك في عالم الموضة والازياء همحيه باستيكة، محدش ابدا هيفتكرك، صدقيني البنت اللي طالعة من الملحق بنت الناطور هتبقى كابوس كبير جدا في حياتك. بتهدد عالية على اللي عملته معاها وبتسيبها وبتمشي. اما مالك بيكون مصر انه يتخلص من بيان، وبيضع لبيان دواء في مشروبها علشان تتدهور صحتها، وبالفعل بيان بتتعب وبيبقى باين عليها جدا وصحتها في النازل. جواد بيلاحظ تدهور حالة بيان بتقوله ان عندها دور برد مش اكتر من كده. جواد بيكون حاسس ان بيان مش بطبيعتها وبيصر عليها انها تروح تعمل تحاليل علشان تطمن على صحتها، لكن بيان بترفض.
أما رفيف بعد ما بتقرأ الأخبار اللي منشورة عن في وعن جواد، فبتكون عايزة تعرف كل حاجة من جواد، فبتروح تتكلم مع جواد وبتقوله هو في إيه؟ ليه الحرب قايمة بينك وبين في؟ معقولة اتنين كانوا بيحبوا بعض يحصل ما بينهم كده؟ انتوا مش اتصالحتوا وكنتوا قاعدين مع بعض في أوتيل واحد؟ ليه رجعتوا تتحاربوا تاني؟ وجواد بيقول لرفيف اسألي أختك مصرة على الانتقام ومش عايزة تعيش حياتها طبيعي من غير انتقام. أما في بتتصل على ندى علشان حست إنها جرحتها وزعلتها منها، وبتقول لها أنا لما أجيلك البيت في الليل هرضيكي. أما نديم بعد ما شاف الأخبار المنشورة عن في وجواد، فبيتكلم مع في وبيطلب منها إنها لو حابة تكمل شغل معاه تركن مشاعرها على جنب، وبيقول لها لازم تصفي كل حساباتك وحياتك الشخصية علشان تكوني فاضية لشغلك، وانا قلتلك من البداية لو بدأت معايا شغل مش هينفع انك تتراجعي ومشاعرك تحطيها على جنب، وانتي وافقتي على كده. في بتقول لنديم ما تقلقش انا بالفعل هعمل كده، وفي بتتفاجئ بان السكرتيرة جاية وبتقول لها جواد عايز يقابلك. نديم بيقول لها يا ريت تواجهي جواد علشان تخلصي وتفوقي لشغلك. وفي فعلا بتروح تقابل جواد وبيتكلم معاها جواد عن الأخبار المنشورة في السوشيال ميديا. في بتقوله أنا عارفة أنت عملت كده لصالح عالية. جواد بيقول لها كفاية بقى، أنا عملت كده علشان بحبك أنت وكان عاجبني جدا التصميم بتاعك علشان كده أنا اشتريته. في بتقول لجواد أنت خليت عالية تنتصر عليا وكل الناس بيتكلموا على علاقتي أنا وأنت، أنت ساعدت عالية، أنت دايما بتقف مع عالية. جواد بيقول لها كفاية الحرب، أنا بحبك وعايز نرجع لبعض ونعيش حياة هادية. في بترفض وبتقوله أنا مش عايزة إني أتكلم معاك أصلا في الموضوع ده. أما تمارا بتشوف باسل متغير جدا وفي حاجة شغلاه، فبتحاول تقرب من باسل وكانت عايزة تعرف إيه اللي مضايقه، لكن باسل بيرفض ومش قادر إنه يتكلم ولا يفضفض مع حد وعن سر عالية وعايز يحتفظ بالسر لنفسه. أما في قررت إنها ترجع البيت علشان ترتاح شوية وتشتغل في التصميمات، وفعلا بترجع على القصر وبعد ما بترتاح بترسم كام تصميم وبتروح علشان توريه لنديم، لكن نديم بياخد التصميمات من في وما بتعجبهوش بيحطها على جنب. في بتقوله انت لسه تصميماتي مش عاجباك؟ نديم بيقول لي في يا ريت تروحي تغيري جو وتصفي ذهنك الأول علشان شغلك مفيهوش أي إحساس. نديم بياخد في وبيروح السبا، وبيتفاجئ نديم وفي بإن عالية ومدير أعمالها دادو موجودين في السبا. في بتروح لعالية وبتقول لها اوعي تكوني فاكرة انك انتصرت عليا، انا لسه هوريكي. عالية بتقول لفي انت مين علشان توريني؟ انت مين علشان اخش في حرب معاكي؟ انا اصلا مش شايفاكي وانت عارفة الكلام ده من زمان. وبتزقها. في بتفتكر لما زقتها عالية على الدرج وهي حامل وفقدت طفلها، فهي بتتعصب جدا وبتزعق مع عالية وبتزق عالية بطريقة صعبة جدا. عالية بتقع على الأرض وراسها بتتفتح وبتتخبط وبتنزف، وفي أول ما شافت عالية بتنزف بتفقد الوعي، وبياخدوا عالية وفي على المستشفى، والناس كلها بقت تتكلم على اللي حصل والشجار اللي حصل بين في وعالية. عالية بيعملوا لها غرز في دماغها، ولما بترجع على القصر ما بترضاش تقول لأي حد على اللي حصل وإن في هي اللي عملت فيها كده. في بتكون مستغربة جدا إن عالية ما اتكلمتش في الموضوع. أما رحاب بتروح علشان تطمن على بنتها. عالية بتقول لها أنا مش حابة إني أشوفك، وباسل بيسأل عالية إزاي ده حصل معاكي؟ عالية بتقول له أبدا ده حادث بسيط ما تشغلش بالك، وما بتقولش إنها في بتكون مستغربة جدا، وباسل بيكون متضايق ومتوتر جدا. عالية بتقوله أنا ملاحظة إنك من فترة متوتر ومخبي عليا حاجة، يا ريت تحكي معايا. وباسل بيحكي لعالية على التحليل اللي شافه وإنها مش بنت الدكتور جمال كرم. عالية بتضطر إنها تحكي لباسل على كل حاجة وإنها عملت التحليل واتأكدت إنها مش بنت الدكتور جمال كرم وما تعرفش مين أبوها، ومش حابة إنها تعرف علشان بالنسبة لها أبوها هو الدكتور جمال كرم اللي رباها. نديم بيكون متضايق جدا من في وبيقول لها أنا مش هطردك من الشغل لكن هديكي فرصة،
تحاولي تصفي فيها كل أمورك علشان تفوقي للشغل معايا، لأن اللي بيحصل ده بجد مهزلة. ما تخلينيش أندم إن أنا اخترتك. وفي فعلا بتقتنع بكلام نديم وإنها تصفي أمورها مع جواد وتنهي كل حاجة ما بينهم. وبتخلص حلقتنا على كده. في الحلقة القادمة هنشوف إيه اللي هيحصل بين في وبين جواد. أحداث قوية جدا في الحلقات الأخيرة من مسلسل كريستال. لو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأحداث الأخيرة والحلقات الأخيرة من مسلسل كريستال.